ست غلبانة حلوة قوي قوي، طيبة جدا، كانتش عمرها تزعل من حد، كانت معروفة بمحبتها. يعني جات لي في يوم تقول لي، يعني كنت من فترة للتانية ببعت خادم يغير لها الأنبوبة يشوف احتياجاتها الكلام ده كله. ففي يوم طولت عليها فترة بقول لها سامحيني يا أمي أنا نسيت خالص، أنا نسيت أبعت لك الخادم يغير لك الأنبوبة، هي كانت وحيدة ومتعرفش تشيل يعني. قالت لي نشكر ربنا الأنبوبة بقالها 6 شهور ما فضيتش. بقول لها إيه والما اتغيرتش بقى كام إيه؟ قالت لي 6 شهور ما اتغيرتش. قلت لها عشان قلبك المحب الله خلى الأنبوبة بتشتغل غاز طبيعي بتاخده من الأرض. محبة لا تسقط أبدا، الله يديها تعويض على الأرض وفي السماء طبعا، بس محبة لا تسقط أبدا. نعرف نعمل المحبة دي؟ حد يسيء إليك وانت تردها له محبة؟ لو عملنا كده نبقى ايه؟ صدقوني نبقى ملايكة جمال. لو نعرف نعدي لبعض ونفوت لبعض وندي كلام حلو لبعض، كنت مشاعرنا رقيقة ناحية بعض، نحس ببعض. صدقوني ساعات مجرد الكلمة الحلوة بتبقى. هو المسيح عمل ايه مع المرأة؟ قال لهم سكت في ذات الفعل، ولا عمل معها حاجة غير حاجة واحدة بس، اداها كلمة حلوة في موقف صعب. شافها متدمرة قال لها ولا أنا كمان هأدينك زي الناس دي، كمان أنا مش هأدينك. فوقها. بس احنا فالحين نعمل ايه؟ ندي كلام دبش لبعض، نهين بعض، نضايق بعض. اشوف ايه الحاجة اللي بتضايق اختي واخويا واعمله. بس هذا المحب ما كانش بيعمل كده، كان بيشوف الحاجة وما زال حتى هذا اليوم يشوف الحاجة اللي بتفرحنا ويعملها. أتمنى النهاردة لو أي حد قاعد قصادي متضايق من حد يطلع يصالحه النهاردة، يا ريت. أتمنى النهاردة محدش ينام بالليل وهو زعلان من حد، تعبان من حد، زعلان منه، حتى لو هو كان غلطان في حقك، روح انت صالحه النهاردة. يقول الكتاب تضع فوق رأسه جمر من النار. عارفين مكاننا في السماء هيتحدد ازاي؟ بعدد الأكاليل اللي احنا بنجمعها على الأرض. كل ما كان الواحد فينا أكاليله أكتر هياخد رتبة في السماء. فأنت لما بتروح تصالح حد أنت بتاخد إكليل بتاعك وبتسرق إكليله كمان، عشان أنت اللي بادرت. تاخد إيه؟ تضرب عصفورين بحجر واحد. بشجعك النهاردة تعمل كده قبل ما الطرف الآخر يسمع الكلمتين اللي أنا قلتهم ويجي يصالحك. أنت اجري صالحه النهاردة.